بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الخطاب الديني هو خطاب الله سبحانه وتعالى جعله ليتحدث به العلماء الراسخون في العلم الذين يعرفون أهداف الشريعة ويعرفون مغازي التشريع، وجعل هناك الإسلام ضوابط ومعايير لكل من أراد أن يتحدث باسم الشريعة باسم الدين، ولكل من أراد أن يعلو المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني للأسف أصبح هناك خلط، ليس هناك معايير لكل من يعلو المنابر، ليس هناك احترام للعلماء ولا للعلم الذي كان يقدس ويعظم. ما كان يجرؤ على الفتوى إلا أهل العلم. الإمام مالك عليه رحمة الله قال: لم أنبر إلى العلم وللفتوى حتى شاهد لي 70 من أهل العلم. الإمام سيدنا أبي بكر الصديق عندما سئل وفاكهة وأبا، سئل عن الأب قال: الفاكهة ما هي الأب يا خليفة رسول الله؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقول أن قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم. الأب لا يعرف تفسيرها، ماشي، لم يجد قول من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حتى يتحدث فيه. اليوم الناس تفتي وتتكلم في دين الله، ويعني أصبح الحبل على غاربه كما يقولون. في ظل هذا الوضع يعني صار الناس يتخبطون بمعنى الكلمة. كل من يعني طبق سنة من سنة رسول الله، عمل لحية أو عمل عمامة أو عمل شال، أصبح الناس يرون أنه هذا هو العالم. ما يبحثون عن خلفيته العلمية وأين تلقى العلم ومن أين أخذ هذه العلوم. هذا العلم دين، فانظروا كما يقول سيدنا سعيد بن المسيب: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا طبعا مع وجود للأسف نحن ورثنا التركة في الحكومة، التسيب في المنابر، عدم مراقبة الدولة للمنابر، عدم مراقبة الدولة لمن يتحدث في المساجد. طبعا هذا أمر للأسف أصبح الناس يسيسون المنابر، يعني كل من له غرض نفسي، غرض يعني حزبي، غرض طائفي، اتخذ من المنابر هي الوسيلة الأقرب للناس. طبعا تعرف الجمعة الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن ينصت غصبا عنه، فمن لغى فقد لا جمعة له. صحيح، لابد أن ينصت، لكن مسؤولية الدولة أن تبحث من هو هذا الذي يعلو هذا المنبر. هذا يأتى عند وجود دولة قوية تستطيع أن تفرض على المنابر أو تفرض من يطلعون المنابر وتفرض من المؤهلين وتعمل معايير واضحة لكل من يعلو هذا المنبر. ولهذا نتج عن هذا كله هذا التسيب الموجود. يعني نحن عشنا في دول الخليج ورأينا كيف الخطاب الديني منضبط. يعني أنا عشت في سلطنة عمان، عشت في الإمارات، عشت في السعودية. شوف، ما يمكن أي حد يطلع المنبر إلا بإذن من وزارة الأوقاف، بل بعضهم يصرف لهم لياسن مثل لياسن السيارات، هذه تصريح أنك رجل وكفء، بعد أن تمر على لجان شرعية يعني من خلالها يثبتون أنك مؤهل أو غير مؤهل. طبعا هذا كله هذا من ميراث الماضي. احنا ورثنا تركة كبيرة جدا. يعني عندنا أحزاب تصارعت على المساجد، عندنا جماعات تضاربت على المساجد، كل مسجد لا ينصح لا لأمر الأوقاف لا أمر حد. يعني نحن لا تستغرب إذا قلت لك نحن لا نملك سوى 10% من الخطاب الديني في الدولة، بل اليوم